حفيظ دراجي بيقول لك منتخب الجزائر اتعادل عشان ارضيه الملعب ناشفه. طب ما كنا حاطين عليها شويه ميه يا عم حفيظ. انا انا اسف يا اخواتي، اسف. احنا نتكلم تاني. تعادل المنتخب الجزائري مع منتخب انجولا في اولى مباريات المنتخب الجزائري في افريقيا بكوت ديفوار. المنتخب الجزائري اللي كل الشعب العربي كان حاطط عليه امال بعد اخفاق المنتخب المصري في اولى مبارياته انه هيعمل نتيجه وسكور واداء عالي على ارضيه الملعب، لكن فوجئنا ان المنتخب الجزائري لعب شوط واحد وبعد كده تراجع بصوره كبيره. طب ايه سبب تراجع منتخب الجزائر؟ وليه رياض محرز ما ظهرش بصوره كويسه في ارضيه الملعب؟ هل فعلا زي ما حفيظ دراجي ما قال ان ارضيه الملعب ناشفه وده اللي اثر على المنتخب الجزائري، ولا في سبب تاني؟ هنعرف كل ده في حلقتنا النهارده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اصدقائي واخواتي متابعين ومشاهدين افراد اسره ملعب افندينا في كل مكان، اهلا وسهلا بكم وحشتوني. وكالعاده لا يحلى الكلام الا بذكر خير الانام رسولنا الكريم عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيد الخلق اجمعين، رسولنا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نخش في موضوعنا بقى. طب يلا بينا. بص يا سيدي، المنتخب الجزائري كان بيلاعب انجولا في اولى مبارياته في كاس افريقيا في كوت ديفوار الشقيقه، وكان عندنا امل ان المنتخب الجزائري بما يملكه من نجوم كبار كلهم محترفين في اكبر دوريات العالم انه هيعمل مباراه رائعه، مباراه تليق باسم منتخب الجزائر وتليق باسم العرب، مباراه هيداوي بيها الشعب العربي جراحه بعد تعادل المنتخب المصري مع موزمبيق. وبالفعل المنتخب الجزائري لعب شوط ولا اروع ولا اجمل، سيطر على ارضيه الملعب، وكان المدير الفني مدي تعليماته ان يبقى فيه استرتش كده في ارضيه الملعب، يفتحوا الملعب على قد ما يقدروا لحد ما نجح بنجاح انه يحرز الهدف الاول من تمريره ولا اروع ولا اجمل. استغل الفرصه على طول ابو نجاح وزو الهدف الاولاني، وبعدها بدقيقتين بنجاح بيعمل واحده دبل كيك ويحرز الهدف الثاني، الا انه كان في موقف متسلل عشان يتلغي الهدف. وكلنا قلنا بقى المنتخب الجزائري هيعمل سيمفونية النهاردة، هنتفرج على منتخب الجزائر بتاع 2010. الجزائر هتتألق وهيبقى فيه بطولة قوية هتقدمها الجزائر السنة دي، لكن فوجئنا في الشوط الثاني بتراجع رهيب لمستوى وأداء المنتخب الجزائري، وأنجولا بتسيطر على أرضية الملعب وبتنزل ده تاني هداف الدوري المصري، واللي عمل يعني مباراة رائعة وأتعب الدفاعات الجزائرية بشكل كبير لحد ما حصل التعادل وكانوا الأقرب للفوز. ولسه مش شايفين ردة فعل من المنتخب الجزائري عشان يطلع علينا المعلق الرياضي الشهير حفيظ دراجي اللي بيحاول انه يطلع اي مبرر لتعادل المنتخب الجزائري، وقال كده بالنص ان أرضية الملعب حلوة بس هي في نفس الوقت ناشفة وده سبب التعادل. وهنا يعني انا بسأل الكابتن حفيظ دراجي سؤال يعني بسيط، انت عرفت منين ان ارضيه الملعب ناشفه؟ يعني اللي يقول كده رياض محرز مثلا يقول لو انا بجري كان الستارت مثلا بيرد في ركبتي، اصل ارضيه الملعب ناشفه، الملعب ما كانش مرشوش بشكل كويس، في اي حاجه، النجيله طويله، النجيله قصيره، يحاول رياض محرز مثلا انه يطلع اي مبرر. انما المعلق الرياضي يبقى قاعد فوق في الاستوديو ويقول لك ارضيه الملعب ناشفه. طب ما نحط لها شويه ميه. يعني والله بعيدا عن يعني اقول انت اللي بتضطرني لكده يا عم حفيظ. يعني ايه ارضيه الملعب ناشفه؟ المنتخب الجزائري تعادل بسبب سوء اداء المنتخب نفسه، سوء اداء اللعيبه، الخطه في الشوط الثاني والتراجع اللي عمله المنتخب الجزائري ادى الى ان انجولا تسيطر على ارضيه الملعب، انما لا ارضيه الملعب ناشفه ولا ارضيه الملعب طريه. وبلاش الحجج الفارغه زي البعض اللي طلع وحمل يعني رئيس اتحاد الكره المغربي لكشع، فوزي لكشع، هذه تعادل المنتخب الجزائري وقال ان هو السبب. طب هنا برضو بسأل نفس السؤال، هو فوزي لكشع ماله؟ مفيش اي خطأ تحكيمي يتقال في المباراة، ضربة الجزاء ضربة جزاء واضحة وصريحة مليون في المية. طب فوزي لكشع
ايه اللي يدخله في موضوع تعادل الجزائر وانجولا غير ان هي شماعه؟ احنا الوطن العربي كده تعودنا في اي اخفاق لازم نعلق اخطائنا على شماعه الغير. لحد هنا بتنتهي حلقتنا، ويا رب تكون الحلقه نالت اعجابكم، ويا رب نكون دايما عند حسن ظن سيادتكم. واللي لسه ما عملش اللايك الجميل يلا واحده زربو والنو على اللايك، واللي لسه ما اشتركش في القناه فضلا منك وليس امرا اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد، وتكون واحد من افراد اسره ملعب افندينا.